السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب يكون الكل بخير. احب اعرفكم عن نفسي الاول. انا احمد علي، ووردبريس سينيور ديفلوبر بخبرة اكتر من 9 سنين في مجال ووردبريس ولغات البرمجة الاساسية زي PHP HTML CSS جافا سكريبت. خلال رحلتي المهنية قدرت اشتغل على مشاريع متنوعة جدا وصممت اكتر من 300 موقع ومتجر الكتروني، منهم الستاتيك ومنهم الدايناميك، ومشاريع فول كاستمايزد معمول لها برمجة خاصة من الصفر. مش بس كده، كمان أنا عملت تطوير وبرمجة لأكتر من 12 بلجن ووردبريس، وهنتكلم عنهم بالتفصيل خلال الكورس. كمان أنا حاصل على شهادة QOT، ودي خلتني مش بس مبرمج لكن كمان مدرب فاهم إزاي يوصل المعلومة بشكل مبسط من غير تعقيد مع أمثلة عملية وحياة واقعية. فكرة الكورس اللي قدامك معمول بأسلوب هايبرد، جزء مسجل بجودة عالية تقدر ترجع له في أي وقت، وجزء تفاعلي لايف ده هيكون عبارة عن اونلاين سيشنز هنقعد فيها مع بعض ونسأل ونجاوب ونحل المشاكل سوا. مش بس كده، كمان الكورس فيه تاسكات وهوم وورك بعد كل جزء، علشان انا مؤمن ان التعليم مش بس فيديو تتفرج عليه لكن لازم تنفذ بإيدك. وبناء على الشغل اللي هتتعلمه في التاسكات دي هيكون في تقييم فردي لكل طالب، يعني كل واحد فيكم هيتعامل كأنه الطالب الوحيد اللي عندي. هراجع شغلك وأوجهك وأصلح أخطائك لحد ما أتأكد إنك وصلت لمستوى 100% فعلي في الوردبريس. أنا هنا مش بس عشان أدرس لك، أنا هنا عشان أشاركك خبرة 9 سنين شغل حقيقي في السوق. وأنت في نهاية الكورس مش هتكون مجرد متعلم، أنت هتكون جاهز تبني مواقع ومتاجر إلكترونية كاملة بنفسك وتشتغل بيها فريلانس أو تبدأ مشروعك الخاص. وعلشان التجربة تكون كاملة ومختلفة خلال الكورس، أنا مش هقدم لك بس الشرح والتطبيق، أنا كمان مجهز لك أدوات وبلاجنز وقوالب مدفوعة قيمتها الحقيقية أكتر من $1500. الحاجات دي هتوصلك لمرحلة إنك بعد ما تخلص الكورس مش بس عندك معرفة، لكن عندك كمان ترسانة أدوات احترافية تخليك تبني مواقع أو متاجر إلكترونية جاهزة للمنافسة في سوق العمل من أول يوم. وده غير إن تكلفة الكورس نفسه مخفضة جدا مقارنة بالمحتوى اللي هتاخده والقيمة اللي هترجع لك منه. يعني ببساطة اللي هتستلمه في الكورس هو أضعاف مضاعفة من تمنه. فلو أنت جاي هنا متردد، خليني أقول لك إن الكورس ده استثمار في نفسك وهيدخّلك على الطريق الصح بسرعة، علشان تبقى مميز وقادر تنافس بقوة. يالّا بينا يا أبطال علشان نبدأ رحلتنا في أقوى كورس في الوطن العربي، ونبدأ سريعًا نقول محتويات الكورس هتكون عبارة عن إيه. الكورس بتاعنا هو بمثابة بداية رحلة جديدة ومهمة جدًا، رحلة هتغيّر فكرتك عن الإنترنت بالكامل. الكورس اللي قدامك ده معمول مخصوص لأي حد عايز يبدأ في مجال المواقع الإلكترونية، حتى لو عمرك ما لمست كيبورد قبل كده غير عشان تفتح فيسبوك أو تبعت إيميل. في الكورس ده هنتعلم سوا إزاي تبني موقع إلكتروني كامل من الألف للياء باستخدام ووردبريس. المرحلة الأولى للمبتدئين في الجزء الأول من الكورس هنبدأ من الصفر خالص. هنعرف يعني إيه أصلا موقع إلكتروني وليه الشركات الكبيرة والصغيرة محتاجاه. هنعرف يعني إيه ووردبريس وإيه الفرق بينه وبين لغات البرمجة التانية. هنفهم يعني إيه دومين ويعني إيه DNS. هنتكلم عن السيرفرات، إزاي المواقع متخزنة حول العالم. بعد كده هنفهم يعني إيه استضافة أو hosting وأنواعها المختلفة وإيه أهم الشركات اللي ممكن تشتري منها الدومين والاستضافة بأسعار منافسة. كمان هنتكلم عن شهادة ال SSL وأهميتها. بعد ما نفهم الأساسيات دي هنخش على التطبيق العملي. هنسطب سيرفر محلي على جهازك وننزل عليه ووردبريس علشان تبدأ التجارب من غير ما تدفع ولا جنيه. هنتعلم خطوة بخطوة إزاي نشتري دومين واستضافة ونربطهم ببعض ونركب شهادة ال SSL. هنفتح السي بانل سوا وهنتعرف على أهم الإعدادات اللي لازم تبقى عارفها، وبعدين هننزل ووردبريس على السيرفر الحقيقي ونبدأ نظبط الإعدادات الأساسية. ومن هنا تبدأ رحلتنا في ووردبريس نفسه. هنتعرف على القوائم الرئيسية جوه لوحة التحكم، هنتعلم يعني إيه سيم وإزاي نختار واحد مجاني من مكتبة ووردبريس. بعد كده هنشرح أداة الإليمنتور بيج بيلدر اللي هتخليك تبني صفحاتك بسهولة بالسحب والإفلات. هنتعرف على البلجنز الأساسية اللي لازم تكون عندك، وهنجرب نركب أول سيم كامل مع الديمو بتاعه ونبني أول موقع إلكتروني تعريفي كامل. وفي الآخر من المرحلة الأولى هنتعلم إزاي نستخدم بلجنز الترجمة زي WPML عشان موقعك يبقى بلغات مختلفة وتوصل لعملاء أكتر.
المستوى التاني من الكورس لمّا نخلّص المرحلة الأولى هتكون عرفت الأساسيات وعملت أول موقع إلكتروني، لكن في المرحلة التانية هنخش على مستوى أعلى بكتير، هنتعلم إزاي نعمل متجر إلكتروني، هنتعرف على بوابات الدفع، وهنجرب إزاي نربط واحدة منهم بالموقع، هنشوف كمان إزاي نعمل متجر متعدد التُجّار، هنشرح أهم الplugins الرئيسية وكل plugins هنشرحها بالتفصيل، كمان هنتكلم عن أدوات الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تسخّرها في شغلك وتسهّل عليك حاجات كتير. الهدف من الكورس مش إنك تتفرّج وتقول المعلومة وصلت، لأ الهدف إنك تطلع من الكورس معاك موقع شغّال فعلًا، في المرحلة الأولى هتعمل موقع تعريفي كامل، في المرحلة التانية هتعمل متجر إلكتروني يقدر يبيع منتجات حقيقية. فلو أنت نِفْسك تتعلّم إزاي تعمل موقع إلكتروني من غير ما تبقى مبرمج أو عايز تبدأ شغل freelance في المجال ده، الكورس ده معمول مخصوص علشانك. يالّا بينا نبدأ الرحلة ونفتح أول صفحة جديدة في عالم الWordPress.